بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. شفت القشر ده، انا مش هرميه، قشر البرتقال ده مش هرميه، هعمل لكم بيه وصفه للبشره. تابعوني بقى واشتركوا في قناتي عشان هوريكم وصفه للبشره تحفه، هتخليك زي القمر بقشر البرتقال ده. زي ما سمعتوا يا حبايب قلبي في الفيديو اللي فات، قلت لكم ان انا هعمل بقشر البرتقال وصفه للبشره هتخليكي زي القمر، وفعلا طلعت عند كلامي، وهعمل لكم وصفة للبشرة بقشر البرتقال تحفة. عايزة اقول لكم مليان فيتامينات. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. تعالوا بقى نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا بقى نشوف عملنا الوصفة التحفة اللي انتوا شايفينها دي، اللي هتخليكي زي القمر. هنشوف عملناها ازاي. يلا بينا بقى. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجة كده بجيب معايا قشر البرتقال، بحطه في الحلة بتاعتي وبنزل عليه كوبايتين او 3 كوبايات من المية. انا عايزة اقولك بقى على حاجة، هتحطي المية تمام، وكل 10 دقايق كده ربع ساعة بصي عليه، لو لقيتي شرب المية حطي كوباية كمان، لغاية لما البرتقال يتسلق معاكي ويبقى معاكي طري. تمام. انا عاوزه البرتقال يعني زي ما بتسلقي اي حاجه عايزاه طري. بصوا انا هوريكم ازاي يبقى طري. همسك بقى ايه، بصوا القشر كده وهضغط عليه، الاقيه اتهرى معايا كده. بصوا انا عايزاه بالشكل ده. وزي ما قلتلك، حطي ميه، يعني كل ما تشيلي الغطا وتلاقي الميه نشفت شويه حطي ميه لغايه لما يوصل للقوام والشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. بعد كده ممكن تضربيه بقى في الخلاط، ممكن تضربيه في الكبة، ممكن تضربيه بالهاند بلندر زي ما انا عامله كده بالظبط. إيه يعني باي طريقه اضربيه بيها. المهم انا عايزه القشر ده يتضرب بقى في الميه بتاعه السلق اللي احنا سلقناه فيه بالشكل ده. انا عايزاه يعني يبقى دايب بقى دوبان. تمام كده. بص بقى، إيه انا ضربته ونعمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما بتعملي كده ايه البطاطس المهروسة، تقعدي بقى تهرسي فيها كده لغاية لما تبقى كده. انا برضو قشر البرتقال هتسلقيه وهتضربيه وهيبقى معاكي بالشكل ده. بصوا زي قوام الكريم كده. تمام. بس احنا مش هنسكت، احنا لسه هنحط عليه حاجة، هنحط عليه اضافة هتخليه بقى بصي معاكي مفيد جدا. هتحطي معلقتين كبار من النشا. تمام. هتحطي معلقتين النشا وهتقلبي النشا مع البرتقال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلبه بس شويه كده بحيث ان النشا تدخل في البرتقال بتاعي والنشا تختفي خالص. انا عايزه النشا تختفي خالص في البرتقال. تمام. بتفضلي بقى تقلبي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا بعد كده حبايبي برفعه على النار، مش بتزوده ميه ولا بزوده اي حاجه، بتجيبيه زي ما هو كده بمعلقتين النشا اللي انت دوبتيهم فيه وترفعيه على نار هادية. بترفعيه على نار هادية لغاية لما تحسي ان هو بقى ايه، سخن معاكي كده، يعني تحسي ان هو تماسك معاكي شوية. طبعا انتوا عارفين ان النشا لما بتتحط على اي حاجة إيه يعني بتخلي القوام تقيل شوية. انا حطيت النشا عشان تعلي من فايدته، وعشان كمان تخليه زي قوام الكريم كده. فاهمين؟ بس كده. وانتوا عارفين طبعا ان البرتقان، قشر البرتقان كمان انتوا عارفين القشر اصلا ده فيه فيتامين سي يعني مركز جدا، بدل ما تشتريه بقى من الصيدلية. ليه؟ ما هو ربنا اصلا ادانا البذرة، يعني ادانا البذرة نفسها. ليه تروحي بقى تشتري اللي هو الحاجات اللي هي البديلة اللي في الصيدلية؟ ليه؟ حطي بقى عليه، ضيفي عليه الإضافة بتاعة النشا. إيه وشوفي بقى، حطي بقى على بشرتك وحطي بقى، يعني بصي هتبقي قمر قمر. اعرفك ازاي برضو تستخدميه دلوقتي. بعد ما يبرد شوية تحطي بقى، تجيبي بقى اي علبة عندك فاضية وبتحطي بقى الكريم اللي احنا عملناه القمر ده. انا عايزة اقولك انت عملتي كمية، يعني بالقشر اللي احنا عملناه ده عملنا كمية محترمة جدا. تقدري تحطيه بقى تحتفظي بيه في التلاجة. تمام. مش هيحصل له اي حاجة. تمام. إيه عايزة تستخدميه بقى طلعي تستخدمي وتغطيه وتحطي تاني في التلاجة.
تعالوا بقى نشوف ازاي هنستخدمه. بصوا يا حبايبي، الكريم ده زي ما قلت لك، هقولك على شويه فوائد كده بيعملها للبشره. اول حاجه بيفتح البشره جدا. تاني حاجه لو عندك حبوب بيعالجها. يعني التسبغات اللي بتبقى في البشره دي، اللي هي لما تكوني مثلا انتي مرأة عاملة او بتقفي في الشمس كتير او بتروحي بتمشي في الشمس كتير، الكريم ده عايزه اقول لكم، بصي بيرجع بشرتك كده زي بشرة البيبي. تمام. بتستخدميه ازاي؟ وبتستخدميه، بتغسلي بشرتك بالغسول بتاعك او بالصابونة الطبية بتاعت بشرتك، بتنشفيها. بعد كده بتحطي بقى من الكريم ده على بشرتك وبتفرديه كده بالشكل ده. تمام كده. بعد نص ساعة، بعد ما يفوت نص ساعة وانتي فرداه كده على بشرتك، بت بصي بقى، مش بتغسليه على طول، لا بتفركيه، يعني بتدعكيه في بشرتك. عارفه فاهميني ازاي؟ زي نظام زي السكراب كده اللي انت بتعمليه، اللي هو بيبقى حبيبات ده. بصي بقى، بعد ما يفوت نص ساعة بتفردي، بصي بتغسلي بيه بشرتك بمعنى اصح يعني. تمام، انتوا فاهميني بقى. بتفضلي بقى ايه تعملي كده. تمام. بعد كده بتدخلي تغسلي بشرتك بقى، إيه، بتشطفيها بمية دافية. بعد كده بتحطي بقى الكريم المرطب اللي انت بتستخدميه، عايزه تحطيه حطيه، مش عاوزه مش مهم، هو كده كده اصلا انت هتشوفي الفرق بنفسك. تحفه. بصوا يا جماعه، في فايده كمان مهمه جدا، لو انت عندك تجاعيد في بشرتك او خطوط رفيعه بيشيلها. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديده. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفه جديده. ومع السلامه، باي باي.